السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اضرب التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه صانع الشعار، تصميم لوجو احترافي. التطبيق ده مساحته 26 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص ب ان انت تصنع لوجو او تصنع شعار خاص بيك، سواء بقى انت بتقدم محتوى على اليوتيوب، حابب تعمل لوجو خاص بيك للشغل بتاعك، للشركة بتاعتك، عايز تعمل دعاية، عايز تعمل ستيكر خاص بيك، عايز تعمل اي حاجة من الحاجات دي. فانت بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تنشئ الشعار بتاعك الخاص بيك او اللوجو الخاص بيك اللي انت عايز تحطه على المنتج بتاعك او على البراند بتاعك او على القناة بتاعتك اللي على اليوتيوب او على اي محتوى الكتروني. وتقدر من خلال التطبيق ده كمان ان انت يعني تخلي الحاجة دي خاصة بيك انت بس، محدش يقدر ياخدها غيرك. يبقى ليها زي حقوق نشر كده، او زي حقوق طباعة، بحيث ان انت لما تعمل لوجو وتصمم لوجو خاص بيك محدش يقدر ان هو يعمل لوجو تاني زيك وياخده ليه. واللوجو ده يقدر ينفعك بقى في اي حاجة، ينفعك في اي شغل خاص بيك انت، تعمل بقى منه ستيكر، تعمل منه حاجة خاصة بشغلك تطبعه، في اي مجال بقى من المجالات الشغل زي ما انت عايز براحتك. ده كده فايدة التطبيق والغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق انه يتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية ومفهوش لغات متعددة كتيرة. بالاضافة لان كل الناس اللي بتخش على التطبيق بتقول ان لازم علشان يشتغل على التطبيق لازم تكون مشتري التطبيق، او لازم تكون دافع مشترك في التطبيق علشان تقدر تستمتع بالمميزات وما تظهرلكش اعلانات كتيرة تضايقك او ما تعرفش تعمل منها حاجة. ده كده الغرض من التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه وعيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بناء عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات اللي موجوده على القناه، وبالذات الفيديوهات القديمه اللي بقالها فتره، بقالها سنه، بقالها اكتر من سنه، وتلاقي فيها حاجات مختلفه تقول لك انتوا ليه مش قايلين كل الحاجات الايجابيه، ليه مش قايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده، لان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات اللي بننزل لها تحديثات مستمريه، يعني ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل التطبيق تحديث يغير من المعالم كلها. عشان كده دايما بنأكد وننوه ان لو حد لقى حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات كمساعده ومساهمه منه لاي شخص تاني حابب ان هو يشاهد الفيديو ويحمل التطبيق. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت فيديوهات موجوده بقالها فتره طويله خايف انت تحملها لو كان فيها حاجات مختلفه، ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر الاكونت باسمه راجع برامج وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، وانا هنزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.